دايما التخدير بيمثل التخوف الأكبر للأشخاص اللي بيجروا عمليات السمنة، وده بيخلينا دايما نبقى مهتمين باختيار المستشفى المناسبة لإجراء العملية. المستشفى المناسبة دي بيكون فيها كرايتيريا معينة تشمل أولا بداية من غرفة العمليات تكون مجهزة للتعامل مع النوع ده من العمليات. النقطة الثانية أجهزة التخدير، ترابيزة العمليات تكون مناسبة. البيرسونال نفسهم اللي هيكونوا مسؤولين عن نقل المريض سواء إلى غرفة العمليات أو من غرفة العمليات لازم يكونوا مدربين على التعامل مع المرضى اللي عندهم سمنة مفرطة. وطبعا توافر حاجة زي بنك الدم والرعاية المركزة، دي حاجات أساسية في المستشفيات اللي بيتم التعامل معها خاصة مع الجراحة، وإن كان إن هي وجودها بيمثل سيفتي أكتر للمريض وما ينفعش إجراء العمليات دي في مستشفيات تخلو من بنك الدم أو الرعاية المركزة. بالنسبة لنقطة التخدير، ودي حاجة بتهم كثير من المرضى، دي بإذن الله هنتكلم عنها بتفصيل أكتر في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله.